أحبائي، في الفيديو اللي فات ذكرت إن في غلطة في مشهد الطبيب مع فلة. في ناس كتير فهمتني لأنهم مركزين كويس، وتعالوا أقرأ عليكم بعض التعليقات. إيمان حسين: توقعاتك صح 100%. أنا خدت بالي من الغلط برضو ساعتها، بس قلت لا أنا مش مركزة، بس طلع صح. برافو يا إيمان. أمنية محمد: أنا متابعاك من أول فيديو عملته عن المسلسل وبقول لك أنت فنان فعلا يا محمد، والله متشكر يا أمنية. وفعلا أنا لاحظت مشهد فلة والطبيب، بس قلت ممكن ومش واخدة بالي أو سمعت غلط. ربنا يوفقك يا رب دايما. تمام. إسراء فضل: فعلا حلقة النهاردة كان فيها غلطة، وانا في المشهد ده استغربت وعدته كذا مرة عشان افهم، بس ما فهمتش لان كان في حاجة غلط. هو كل اللي فهم الغلطة بنات، مفيش شباب ولا ايه؟ لكن انا مصر ما سيبش ناس مضحوك عليها. change the music: والله انا عارف ان الطبيب كان قصده على والدته وكان بيحكي عنها، ودي تفوتني وفسرت ده في اخر الفيديو. الغلطة تحديدا لما فلة سألته عن ريحانة وهو جاوب عليها وقال لها عارفها من زمان وماتت من زمان. ايوه هو قصده دلوقتي على امه، لكن المفروض يا طبيب انت بترد على سؤال فلة عن ريحانة مش عن والدتك العزيزة. يطلع واحد عبقري ويقول لي ما يمكن الطبيب مش معرف فلة قصة ريحانة وبيشتغلها زي الباقيين. ثانية واحدة، ازاي مش معرف فلة قصة ريحانة وهي اصلا بتمثل عفريتة ريحانة؟ يعني هي عارفة ان ريحانة ميتة من شهرين، ازاي بقى اتقبلت كلام الطبيب عن ان ريحانة ميتة من سنين؟ وصلت؟ عموما انا مش زعلان من تعليقات اي حد حتى لو كانت سلبيه، لانهم ما كانوش فاهمين. بس لو انت بجد لسه ما فهمتش ان المشهد ده كان فيه غلطه، انصحك ما عدتش تتابع كفر دلهاب وتفرج على عفاريت عدلي علام او اللهم اني صائم، مسلسلات بتحب الانتخه. تقعد كده وتحط صينيه البطيخ على كرشك وترمي اللب على اخواتك واللي حواليك عشان مكسل تحطه في الطبق، مش مكسل تفكر. بس الناس اللي مركزه معايا يلا نبدأ. زي ما قلت الفيديو اللي فات، هتبدأ لعنة أم الطبيب، وديت لعبة سعد الجديدة عشان ياخد حقه من نوال ومن بهاء الدين اللي مفكر إن الطبيب اندفن مع أمه من سنين. معظم أحداث الحلقة بتكشف في سر جلال الدين وقتل نوال وبهاء له، ودي خلاص بقت قصة قديمة عرفناها من زمان. طلبة: زي ما توقعت الفيديو اللي قبل اللي فات لما قلت لكم هيبدأ يراقب الطبيب ويراوغه عشان يعرف سره، وبالفعل شافه هو خارج من بيت بهاء الدين بالليل لما كان بيقابل هند، وشافه هو داخل البيت المهجور يقابل كنعان، وهيوصل لسره في الآخر. وطلبة هيبقى الشرارة اللي هتأذي الطبيب وهو مش واخد باله. ما تنسوش حب طلبة لدلال، واللي هيبقى أكبر دافع له، خصوصا لو طلع الطبيب بيحب دلال زي ما أنا حاسس. كنعان هو المايك بتاع الطبيب، لما يحب ينادي إن في لعنة يبعت كنعان يمشي في الأسواق ويوهم الناس زي ما حصل من أول المسلسل وقصة ريحانة، والمرة دي هيوهم الناس بلعنة أم الطبيب وإنها راجعة عشان تنتقم من اللي قتلوها. الدواء اللي اداه الطبيب لهند تحطه في المية. بالمناسبة قصة هند هتفهموها في الآخر، تابع معايا. العقار ده بتاع هلوسة، يعني بيساعد الطبيب إنه يسبق ويظبط موضوع اللعنة على نوال وبهاء، وهيشوفوا أيام سودة إن شاء الله على إيدين الطبيب. كنت كشفت جزء من حقيقة هند قبل كده، تعالوا نعمل فلاش باك ونرجع للفيديو سوا. يلا. افتكرت مشهد خلاني اعيد التفكير في اللي حصل لهند. هند كانت في حلقة من الحلقات مستنية حد على شط البحر ومعاها حصان، والشخص ده ما جاش. اتوقع انها كانت بتقابل الطبيب سعد وعلى علاقة به من قبل كل ده ما يحصل، بدليل ما كانش طايقة ابن الشيخ الغفر لما كان معجب بيها ورايح يكلمها ومشيت وسابته. افتكروا كلامي ده، هتطلع على علاقة بالطبيب. ده اللي قلته وقتها واستنتجت انهم مع بعض من الاول. لكن ايه علاقة الطبيب بهند؟ هل الطبيب بيحب هند ولا في سر تاني؟ ركزوا معايا، وده التوقع للحلقة الجاية والحلقات القادمة ان شاء الله. في مشهد جلال الدين وهو بيقول لنوال انت خاينة، عرفت بهاء ان هند مش بنته. تعالوا نرجع بالاحداث شوية. نوال كانت حامل في هند قبل ما تتجوز بهاء الدين، والدليل على كده لما قالت لأم بشر وهي بتفصل لها فستان ابقي وسعيه شوية من على بطني في الحلقة 22. قالت لها ايه ده انت حامل؟ قالت لها مش عاوزة حد يعرف. قامت ام بشر غلطت ووقعت بلسانها في الكلام وقالت ان جلال استعجل واتجوز كريمة عشان يخلف ولد اللي هي ام الطبيب. ساعتها نوال اتخضت وعملت اللي عملته وقتلت جلال وهي حامل في هند. ولما اتجوزت بهاء الدين اقنعته انها حامل منه وان هند بنته. يبقى هند
اخت الطبيب. اخت الطبيب من جلال الدين، حتى لما قابلت الطبيب قالت له خلي بالك من بهاء الدين حطك في دماغه، ما قالتش ابويا حطك في دماغه، ودي تفرق كتير. طيب ايه سبب خوف ام بشر وحالة الفزع اللي حصلت لها؟ لما شافت الشبح بتاع ام الطبيب افتكرت لما كانت قالت لنوال على جواز جلال الدين من كريمة في السر، يعني هي السبب في موت ام الطبيب، عشان كده مرعوبة وحاسة ان اللعنة هتخلص عليها زي ما لعنة ريحانة عملت في الناس. في الاخر يطلع واحد عبقري ويسألني، يقولي لما هند متفقة مع الطبيب من الاول، امال مين الجن خريج كلية الاداب قسم لغة تركية جامعة اوكسفورد اللي كان لابس هند؟ اقول لك ان ده كان اتفاق من الطبيب مع هند، سواء تمثيل او بيديها عقارات هلوسة، المهم انه مش حقيقي وانه تمويه لنوال، وان هند تطير في الجو والحركات دي كلها مشاهد اخراجية للفت نظر المشاهد. في النهاية بحب اشكر المتابعين وحابب اقرأ بعض التعليقات بنفس اليوم. محمد محمود، بصراحة حضرتك مكانك مش هنا، انت مكانك هوليود عشان تبقى سيناريست عالمي وتكتب افلام ومسلسلات السقا او يوسف الشريف. يا برنس يا جامد، انت اللي برنس والله يا محمد، الف شكر. ابو سليمان، ما شاء الله عليك، يعني انت معجزة، كل اللي بتقوله بيتحقق، ده من ذوقك بس والله مش اكتر، انا بحاول افسر على قد ما اقدر لكم والله. زيزو، اللي زيك حرام مش يألف مسلسلات وافلام، اللي زيك مكانه العالمية مش تحليل سيناريوهات ناس تانية، بجد شابوه ليك، بشكرك جدا والله يا زيزو. ندى احمد، انا بحبك قوي، يا رب توصل ل10000 مشترك من قلبي والنعمه، انا اللي عاجز عن الرد والله يا ندى، الف شكر ليك بجد، تسلمي. انا الكاتب محمد ابو المجد، لو